السلامة. راجع يا شيخ محمد. الله يخليك يا يوسف. خلصت؟ الحمد لله خلصنا ودرسنا وان شاء الله التيب الجاي واحد ياخده دلوقتي. وصلت كام؟ 150 جنيه. توكل على الله. ماشي يا يوسف. شويه ال 150. لا هو حلو كده يا يوسف. هو توكل على في الله. ناس قالت يعني 100 جنيه بس. انت راجل امين وتوكل على الله. ربنا انا يخليك حسبت لنا يا الدراسه باشا. وحسبت الدنيا كده وتوكل على الله. ربنا يخليك لنا يا يوسف. عايز بيه. حاجه؟ الله يخليك يا يوسف. السلام عليكم. شفت الراجل نجي اللي هو ابن الارض ده هيجي منين من الارض؟ ده انا مش واخد حاجه. يقول لي حلو اللي انا عارف اشكاره غله في الكبد. تعمل ايه يا ابني؟ انت مالك انت بعمل ايه ولا مش بعمل يعني ايه ايه؟ مال انت بتسرق مال الناس؟ وانت مالك انت هو صاحب الارض شبه. هو غلط فيك في ايه؟ يا عم عشان تسرق مال الناس كده تتقي الله يا حرام عم عليك. الحاج انا طول السنه اجري في الارض اجري. تدخل على عيالك مال حرام يا اخي، حرام عليك. يعني مش حرام ان انا اخد الربع في الارض؟ بس حرام تسرق مال الناس، اتقي ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو فاطمه سرقت لقطعت يداها. ما انا مش حرامي، انا باخد حقي وتعبي طول مش السنه. حقك ان انت تسرق مال الناس. يا سبحان الله. هو مش ورايا عيال بياكلهم ورايا ناس، ليه تسرق مال الناس؟ دي حرام عليك، اتقي ربنا. لا انا مش عامل حاجه غلط. لا انت بتسرق فلوس الناس يا وبتسرق عم تعب انصح الناس. نفسك يا عم، مش تنصحنا احنا. حرام عليك يا اخي. لا انا مش غلطت. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فقال لهم: من المفلس؟ قالوا: المفلس الذي ليس معه مال أو دينار. فقال: لا، المفلس الذي سفك دم هذا وأكل حق هذا، وأنت بهذا تأكل حقوق الناس وتأخذ أموال الناس. اتق الله عز وجل. انت طلعت لا منين النهارده؟ ما كنت هروح ابيعها وارتاح من القصه ديت يا عم. ارحمنا. فالسارق له عذاب أليم يوم القيامة. ما آمنت بيوم القيامة ده انت كده تتبع الشيطان، ومن سار في طريق الشيطان فهو شيطان، ومن تتبع الشيطان فهو شيطان، وانت شيطان. تسرق مال الناس ليه؟ حرام عليك، اتقي ربنا. انا مش سرقت تاني زارع. هذا مال حرام. تدخل على اطفالك وتاكلهم من نبت جسمه من حرام فينبت حتى يوم القيامه من حرام. احنا جهله يا فندم وبرضه مش نعرف لا بس الحاجات مش ديت تسرق مال الناس، وكده حرام يعني. عليك. احنا مش انت نعرف. بتسرق فلوس الناس ومال الناس وتعب الناس. انا ما بسرقش دي. يعني هو مستني طول السنه يجي له اللي فلوس عشان ياكل عياله ويجيب له هم عايزينها، وانت تسرق الفلوس على الجاهز. اشتغل. الله عز وجل قال: اسعى يا عبد ولا اسعى معاه. عندي 20 في الدين. وإيه يعني انت هتبص في رزق ليه؟ الارزاق مقسمه لكل انسان. انا زارع له نص الدين. يعني ازرع له حرام بس فياخد ديت. مش تسرق اموال الناس. خلاص. اتقي ربنا. خلاص. حرام عليك. الله عز وجل مطلع عليك ويراك على كل شيء تعمل. يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء في الأوضة السوداء. الله عز وجل يرى عباده جميعا ومطلع عليه، ونحن نمشي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسرقة من الكبائر عند الله تبارك وتعالى، والله غضب على الساحر يوم القيامة، وعند الله يجتمع الناس. ونعم بالله. حرام عليك. خلاص. بتدخل على عيالك فلوس حرام، تاكلهم حرام. انا هتصل بصاحب الارض هو اللي يتصرف معايا. لا انا لازم اتصل بصاحب الارض. مش بتعمل الناس كده ليه؟ فجاءت امراه الى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف المراه دي كان سرقه ايه؟ كان سرقه حب. جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقطعوا يداه. النبي امر بقطع يد الامراه لانها سرقت حب. بالك بقى انت تاكل عرق الناس وتسرق اموال الناس. خلاص مش تتصل على حد. السرقه من الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. خلاص يا بيه انا مش خلاص يا بيه مش عامل تعصي الله عز وجل رب العالمين. عملها تاني بس مش ما امنت بعذاب القبر. انا صاحب عيال. ده انت تاتي في القبر ياتي لك ملكين زرقيين يقولون لك: من ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيه؟ السرقه دي والله لا تنجى من فتنه الدجال ولا تنجى من فتنه القبر ابدا. معلش يا بيه اخر مره خلاص. حرام عليك، اتقي ربنا. بلاش حرام عليك، انت كده بتقطع رزق ورزق عيالك. حرام عليك، اتقي ربنا. تعالى في وعي. خلاص يا كده حصلت في الارض، عايزك دلوقتي عشان خاطر مش هتقول لي يا بيه. تعالى بس ده يا بيه خلاص. معلش. خلاص يا بيه. يا بيه عيب مش ينفع كده. ولا ينفع ولا حاجه. حرام عليك. لا معلش. والله انت كده بتقطع رزق. ما انت ظالم تسرق مال الناس. انا مش سرقت يا بيه. ده انا سرقت. عليكم السلام. خير يا استاذ محمد. الله يخليك. الراجل بس في الغلط. ده انا لسه ماشي من ساعه كده وبقول للابن ده هنبيعه ب
150 وتقول لا الناس والله بتجاوب يعني 800 وب1000. انا كنت معدي بالصدفه كده في كنت الارض. واخدها شرايل الانفار لا لا كانت سارق سرقة. غله ازاي يا انا ابني؟ سمعت وهو بيتكلم بيقول الراجل ده ظالم وقاعد يشتم على انا ظالم؟ انا ظالم اللي مزرعك الارض؟ وازاي تسرق غله كده؟ انت بتقول لي عليها وانا هديك اللي انت عايزه. خلاص يا يوسف مش ازاي؟ هعملها اخر لا مش هينفع، انت لازم تسيب الارض دي. عشان خاطر لا مش عيالي. ينفع. عشان خاطر عيالي تسرق ازاي؟ انت لو مش راجل كبير حبيت ايدي عليه. انا خاطبت له والله ان السرقه حرام وهو راجل عنده عيال مش يحافظ على لقمه عيش عشان خاطر عيال. مش هعملها ازاي يعني نعمل ايه يعني؟ معلش سامح. خلاص يا عم الحاج خلاص. خلاص يا عم المسامح كريم. انا هسامحك عشان خاطر الراجل المحترم ده. خلاص خلاص انا هسامحك عشان الراجل المحترم ده. اعملها كده خلاص ربنا في شغل. خلاص ومبروك عليك شكارة الغل. خلاص بس شوف مش الراجل تعملها انت عملت تاني. معاه ايه وبيعمل معاك ايه؟ مش تعملها حرام عليك. تاني. اوعى تعمل كده تاني. خلاص ربنا خلاص هيسامحك. المسامح كريم. انا هسامحك وخد شكارة الغله دي لاولاد. شوف انت خلاص بتعمل مع الراجل اللي هو بتسرقه وهو سامحك وبيقول لك خد شكاره الغله يا اخي حرام عليك. انا اسف لك يا يوسف مش هعملها تاني يا فندم. الراجل سامحك والله يا فندم مش عايز تعمل كده تاني. خد عهد دلوقتي وانت راجل انت ما عدتش تعمل كده انا تاني. اسف لك يا يوسف ليه انا اللي غلطان يا يوسف ليه. انت اكيد راجل يعني اخدت دبلوم حتى غير ان السرقه دي من الكبائر عند الله عز وجل. للاسف مش كملت تعليم. بس معلش السرقه دي حرام. الحمد لله. حرام اتقي ربنا يا اخي في شغلك عشان ربنا يرزقك. ممكن يا بيه ربنا بعتك ليا في الوقت المناسب اللي انت تنصحني في حاجه زي الله كده. عز وجل بص اشتغل وربنا هيرزقك بالحلال. الحمد لله على كل خير. حرام عليك اتقي ربنا عشان ربنا يبارك لك في عيالك ويبارك لك في لقمه عيشك. الحمد لله والله العظيم ده لا 20 سنه بسرق في الراجل. النهارده انا حاسس ان انا يعني توبه حاسس ان انا يعني ربنا يعني بيغفر لي يعني بحس بالذنب اللي انا عشت ال 20 سنه اللي فاتت دي كلها في اللحظه دي. يا جماعه السرقه شيء. الحمد لله الحمد لله انا بحمد ربنا. واحب اناشد يعني المشاهدين يا جماعه مش حد يبص لحاجه غيره. ما حدش يبص لرزق يعني رزق انت خدت رزقك حلو عليك كده. يا سبحان الله لازم هي الدنيا كده. في ناس فوق وفي ناس تحت في ناس يعني لازم هنرزق من بعضنا. في غني اللي احنا لو مش كنا يعني مش الدنيا فيها طبقات وكده مش هيكون في دنيا. فلازم كده الحمد لله يعني احنا حبينا اللي احنا نوصل لكم حاجه اللي انتوا يعني تفيد ممكن يعني 1% اللي هو يعني يستفاد من ديت. ممكن يبقى 5% اللي الناس تستفاد منها. وانا بشكر جميع المشاهدين ويعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو للتوعيه ونرجو من جميع المشاهدين ان لا احد ياخذ اموال احد نهائي. ممكن تلاقي واحد غني ونقص البنون. الكمال من صفه الله عز وجل. مش ممكن تلاقي واحد معاه البنون ومعاه المال. ممكن تلاقي واحد معاه البنون وليس معه المال. تلاقي واحد عنده مرض مش سعيد في حياته بسبب اللي فلوس مش بتنفع حد. اللي فلوس مش. والفيديو للتوعيه ونرجو منكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.